وطبعا استوقفني المشهد الجميل جدا جدا من جمهور نادي الزمالك الوفي، قمة الوفاء والعرفان بالجميل لنجم محبوب. ما قدرناش نشعر ان محبوب الا بعد وفاته. دي يمكن آفة بالنسبة لنا في مصر. صبري استطاع انه يوحد القطبين بعد رحيله. شفنا مدى الالتفاف الكبير جدا اللي موجود من مجزرة النادي الاهلي وكمان الجهاز الفني. بالامس في المباراة ان انت تشوف جمهور نادي الزمالك كله لابس اسود تكريما لنجم كبير جدا اسمه محمد صبري، تكريم لاسرته واولاده موجودين في ارضيه الملعب، يشوفوا والدهم الله يرحمه يمكن ما حسوش بيه وهو عايش، ولكن وهو بعد وفاته حسوا بقيمه محمد صبري، حسوا بحب جمهور نادي الزمالك، حسوا كمان بقيمته عند اصدقائه من الاساطير الموجودين كان على ارضيه الملعب. طبعا انا بالنسبه لي لفته رائعه فيها قمه الوفاء من جمهور الزمالك. ممكن الحاجة الوحيدة اللي تحزن ان صبري مش موجود، ولكن اتمنى من كل قلبي بعد ما شاهدنا في ارضية الملعب كل هذه او كل هذا الحب الكبير لكل اساطير نادي الزمالك، اتمنى من كل قلبي تكون البداية ان يتبني عليها من ادارة نادي الزمالك ومن لعيبة نادي الزمالك ومن كل محبين، لان الزمالك يمتلك الكثير جدا والى الان لم يقدم شيء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. رحمة الله عليك يا صبري، وربنا يصبر أهلك وأسرتك ويصبر جمهور الزمالك الوافي جدا جدا. فعلا يا صبري أنت وحدت القطبين. أتمنى إن احنا نبدأ تكون صفحة جديدة بالنسبة لكرة القدم المصرية ما بين أهم قطبين موجودين في الشرق الأوسط، الأهلي والزمالك. تحياتي.